بسم الله. حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في قناتكم، قناة المستر لشرح مادة الرياضيات الاجتماعية. معاكم أبانوب سعد. يعني الحمد لله احنا كنا معاكم في الترم الأول، وفي الأول كده عايز أهنيكم. درجاتكم بصراحة ما كناش متخيلينها، درجات مبهرة. ألف مبروك للجميع، واللي يعني ما جابش درجات كويسة هيعوض في الترم التاني بإذن الله. يعني هنخش كده على المنهج بداية حسنة بإذن الله. نبدأ بالتاريخ عشان التاريخ سهل كده ولطيف. اديك السهل كده في الأول قبل ما نخش كده على البلاوي السوداء اللي في الجغرافيا. تمام. نبدأ بأول درس. المنهج بتاعنا متكون من 5 وحدات، هما يعني 2 جغرافيا و3 تاريخ، بس ما تخافش الدروس مش كبيرة، يعني التاريخ 3 وحدات، ولكن الكلام سهل جدا وهتشوف بنفسك يعني. الدرس الأول في الوحدة الأولى تاريخ. بيتكلم على الحياة الاجتماعية في المجتمع الفرعوني أو في العهد الفرعوني. تمام. طبعا احنا يعني اتكلمنا عن الزمن الفرعوني من الترم الأول، وخدنا الحياة الدينية والحياة الفكرية. النهاردة هناخد الحياة الاجتماعية. في الدرس ده هناخد الحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية يعني هنا هنتكلم على المجتمع المصري. كان بيتقسم طبقات ازاي. المأكل، الملبس، المسكن، الأسرة، بيحتفلوا ولا حياتهم كلها كانت شغل وكفاح. هنشوف حاجات كتيرة يعني. حاول كده تستمتع بالمنهج، وما تاخدش يعني الحاجة انك لازم تحفظها وتروح تكتبها في الامتحان. استمتع وانت يعني الحاجات دي كلها تلاقي نفسك حافظها وفاهمها في نفس الوقت بإذن الله. نبدأ. الحالة الاجتماعية تعريفها تعريف بسيط جدا: هي مجموعة عادات وتقاليد بيتمسك بها جميع طبقات المجتمع. العادات دي بتكون في الملبس والمأكل والمشرب زي الاتيكيت كده. تمام. بيتميز بمجتمع معين عن مجتمع آخر. يعني المجتمع المصري كان بيتميز ببعض العادات اللي احنا هندرسها في الدرس دوت، مختلف عن المجتمع العربي، يختلف عن المجتمع الأوروبي اليوناني. كل مجتمع بيتميز ببعض العادات والتقاليد اللي بيورثوها لبعضيهم، وبتميز المجتمع ده لوحده. تمام. طب طبقة اجتماعية يعني ايه يا مستر؟ طبقة اجتماعية دي مجموعة من الأفراد بتكون ما بينهم صفات ومصالح وأهداف مشتركة، يعني بينهم شوية حاجات كده مشتركة، فبنسميهم طبقة معينة. والطبقة دي هنشوفها في المجتمع المصري، عشان المجتمع المصري كان طبقي. صح ولا غلط؟ المجتمع المصري كان مجتمع طبقي، صح طبعا، لانه كان ينقسم الى 4 طبقات زي الهرم كده. قاعدة الهرم من تحت خالص، يعني ادنى الطبقات، اجل طبقة كان الزراع، الناس اللي بتزرع، والحرفيون اللي بيعملوا الفخار والحاجات البسيطة، والرعاة، رعاة الغنم يعني. دول اللي كانوا في قاعدة الهرم. طب في قمة الهرم يا مستر كانوا مين؟ في قمة الهرم الناس الأغنياء جدا كان الفرعون وأسرته، اللي هم بيحكموا بقى إيه؟ المجتمع المصري كله. دول اللي كانوا في القمة. وفي القاع الزراع، الناس عمال الزراعة والحرفيون والرعاة. طب الطبقتين اللي في الوسط، يعني اللي هم ولا أغنياء ولا فقراء، اللي هم نص نص. الطبقة التانية اللي تحت الفرعون بالظبط هم الوزراء والكهنة والكتبة وحكام الأقاليم. الوزراء احنا عارفينهم. الكهنة دول اللي زي مين؟ اللي زي الشيوخ دلوقتي وزي الآباء الكهنة اللي اللي عندنا في المجتمع دلوقتي حاليا. الكتبة دول الكتبة اللي كانوا بيكتبوا الرسائل للفرعون، فدول لازم يكونوا ناس كده ايه، الفرعون بيأمنهم عشان بيكتبوا حاجات مهمة يعني. فالوزراء والكهنة والكتبة وحكام الأقاليم. حكام الأقاليم اللي هم زي المحافظ دلوقتي، زي محافظ المنيا، محافظ القاهرة، محافظ أسيوط، شبه كده يعني. تمام. يبقى الطبقة التانية كانت تضم الوزراء، الكهنة، الكتبة، حكام الأقاليم. الطبقة التالتة بتضم بقى الموظفين اللي في الدولة، التجار، الناس اللي بتتاجر، اصحاب الحرف المتميزون، اللي هم ايه، ايديهم تتلفف حرير كده بالمعنى البلدي. يعني دول الحرف، اصحاب الحرف المتميزون يختلفوا عن الحرفيون اللي في الطبقه الرابعه. اقول لك دول حاجه ودول حاجه تانية خالص. تمام. يبقى احنا عندنا المجتمع المصري كان متقسم الى طبقات او فئات. الطبقه الاولى او الفئه الاولى اللي هي اعلى فئه هي فئة أو طبقة الفرعون وأسرته، وهي في قمة الهرم. الطبقة الثانية وهم الوزراء والكهنة والكتبة وحكام الأقاليم. الطبقة الثالثة
وهم الموظفين والتجار واصحاب الحرف المتميزون. والطبقة الرابعة اللي في قاع الهرم تحت هم عمال الزراعة والحرفيون والرعاة اللي هم رعاة الغنم. تمام. ده بالنسبة لطبقات المجتمع المصري. طب بالنسبة للأسرة المصرية، الأسرة المصرية طبعا معروفة بتتكون من الأب والأم والأبناء، وكل واحد فيهم له حقوق وواجبات عليه. تمام. ندرس واحد واحد. الأب نعرف حقوقه وواجباته، والأم والأبناء. الأب هو رب الأسرة. يعني إيه رب الأسرة؟ واحد يقول لي استغفر الله العظيم، إزاي رب الأسرة؟ أقول له رب الأسرة يعني كلمة رب هو المسؤول أو الأعلى في البيت اللي بيعول البيت كله. تمام. فواجباته لما اجي اسالك كده سؤال بسيط، واجبات بابا يعني مسؤوليه ايه في البيت؟ هتقول لي اللي هو بيديني مصروفه وبيراعي البيت وبيوفر طلبات البيت وبيساعد ماما وبيساعدني وبيساعد اخواتي والحاجات دي كلها. اقول لك بالظبط، واجبات الاب هو رعايه اسرته وحمايتها وتوفير ما تحتاج الاسره. طب حقوقه ايه؟ حقه ايه؟ انت المفروض تقدم لباباك ايه؟ لازم تقدم له الطاعه والاحترام والتقدير، سواء انت او اخواتك او زوجته اللي هو مامتك. ده بالنسبه للاب. ده بالنسبه للام، الام مهمه، حقوق الام مهمه عشان بتيجي في الامتحان على طول. واجباتها ايه الام؟ الام دي اصلا احتلت مكانه مهمه جدا في العصر الفرعوني. لو تعرف اللي احنا خدنا الملكه حتشبسوت، تخيل مرأة انثى يعني تبقى ملكه في العصر الفرعوني. ما كانش فيه تفرقه عنصريه، كان الولد زي البنت. فبيقول لك الأم احتلت مكانة مهمة في الأسرة. ليه؟ لأنها كانت بتشرف على شؤون البيت من نظافة بقى وترتيب وطهي، زي ما بتشوف الست الوالدة دلوقتي بتتولى تربية الصغار الأبناء، ودي مهمة صعبة جدا، لازم تربي ابنها كويس جدا، وبتساعد زوجها في بعض الأعمال، يعني بعض الأعمال بسيطة في البيت. حقوقها إيه بقى؟ عشان بتيجي في الامتحان. حقوقها لها حق الوراثة، تورث من ابوه من زوجها، وحق الشهاده والتعاقد والبيع والشراء. دول مهمين جدا، بيجوا في صح وغلط. تمام. يبقى الام لها حق الوراثه والشهاده والتعاقد والبيع والشراء. طب الابناء حاجه سهله يعني. انت واجباتك ايه؟ المفروض واجباتك انك تتفوق في دراستك، تحترم والديك، يعني تراعي الجديد بقى. الجديد في العهد الفرعوني انك هتراعي قبور والدتك ووالدة يعني وابوك، بس ده في العصر الفرعوني يعني. اصل هما كان عندهم ايمان بالبعث والخلود، فالمقبرة عندهم تهتم بيها وهو ميت احسن ما تهتم بيه وهو عايش. تخيل، عشان يعني فيما بعد اللي هو يحيا ويحصل له بعث وخلود مرة اخرى. فعشان كده الابناء من واجباتهم ان هم يراعي قبور والديهم بعد وفاتهم. حقوقهم ايه؟ طيب حقوقهم ان هم يتربوا ويتعلموا كويس ويتعلموا الاخلاق ويتعلموا العلوم المختلفه. تمام. ده بالنسبه للاسره المصريه. تمام. كلام سهل جدا ولطيف. بالنسبه للمسكن والاثاث، المسكن احنا عارفين اللي هو البيوت. الاساس بقى اللي هو ايه؟ الكراسي، الكنب، لا السره اللي هو السرير يعني. هنشوف الكلام ده. المسكن قال لك اختلف خصائص المسكن، يعني المساكن او البيوت اختلفت من مكان إلى آخر. ليه؟ بما تفسر. السبب هو اختلاف طبقات المجتمع وظروف المعيشة لكل واحد، لكل طبقة. مش هتسيب الغني زي الفقير زي اللي هو متوسط الغنى. فهنشوف دلوقتي مساكن العامة اللي هي الناس الغلابة بتتميز بإيه؟ طبعا بتتميز بالبساطة. بتتكون من حجرة أو حجرتين، يعني من أوضة أو أوضتين. بتبني من الطوب اللبن. الطوب اللبن اللي هو ايه؟ طوب كده بالطين وبتاعه، بيتخش في فرن وبيتحول لطوب كده، يعني حاجات بسيطة جدا. دي مساكن العامة. لكن مساكن الأغنياء أفخم بقى وأكبر اتساعا من مساكن العامة، وبيكون بقى حدائق وجدران محلاة بالزخارف والنقوش المختلفة زي الفيلا يعني. ده بالنسبة لمساكن الأغنياء. طبعا مساكن الفرعون بقى اللي هو الفرعون قمة الهرم، طبعا هيكون قصر كبير جدا، قصر متسع ذو فخامة واتساع. ده بالنسبة للمسكن. يبقى المسكن بيختلف حسب طبقات المجتمع. لو انت راجل فقير من العامة، هيكون المسكن بتاعك بسيط، بيتكون من حجرة أو حجرتين ويبقى مبني من الطوب اللبن. لكن انت راجل غني مقتدر معاك فلوس، هيكون بيتك كده ايه؟ يعني كبير شوية عن الناس بتاع العامة، وبرضه هيكون فيه ايه؟ حدائق كده عامل زي الفيلا. لكن الفرعون بقى هيكون ليه قصر فخم ومتسع. ده بالنسبة للمسكن. طب بالنسبة للأساس، أساس ده أساس المنزل.
اساس المنزل برضو بيختلف من منزل لاخر، بما تفسر على حسب ايه؟ هتقول على حسب ظروف المعيشه او حسب طبقات المجتمع. الغني مش هيكون زي الفقير. قال لك استخدم المصري القديم الاسره اللي هو السرير والوسائد والمقاعد، المقعد يعني كرسي، والصناديق الخشبيه زي الدولاب كده، لحفظ الملابس وموائد وأوعية الطعام والمياه. الملابس والزينة اختلفت برضو، الملابس والزينة في مصر القديمة ليه؟ بسبب اختلاف طبقات المجتمع، زي ما احنا شايفين دلوقتي بالظبط. كلام سهل جدا، الغني بيلبس لبس مختلف عن الفقير. نفس النظام في المجتمع المصري القديم، كان عامة الشعب بتلبس لبسها من الكتان. الكتان ده نوع من القطن او شبه القطن، يعني ملابس خفيفة كده، يعني على قد ظروفهم او على قد ايه فلوسهم يعني بالمعنى البلدي. والاغنياء والفرعون نفسه بيلبسوا من الحرير. الاغنياء والفرعون بيلبسوا من الحرير. طب الحرير ده بيجيبوه منين؟ بيستوردوه من فينيقيا، وخدنا احنا فينيقيا في الترم الاول اللي هي سوريا حاليا، بيستوردوا منها الحرير. ومن كتر ما هم معاهم فلوس بيطرزوا الحرير دوت بالذهب والفضه. ده بالنسبه للملابس. يبقى بالنسبة للملابس لعامة الشعب بيلبسوا من الكتان، الأغنياء والفرعون بيلبسوا من الحرير المستورد من فينيقيا، وكانت تدرز بالذهب والفضة. طب الزينة بقى عقود، أقراط، أسوار، عطور، أمشاط، يعني سهلة جدا مش محتاجة تدرسها. طب بالنسبة للعادات والتقاليد، في البداية في الطعام كانوا بيتناولوا على الحصير عادي زينا كده، يعني في الأرض يحطوا حصير بسيط كده ويتناولوا عليه، يعني ياكلوا الطعام عليه. بعد كده تطور الى الموائد المنخفضه زي الطبليه كده، مائده منخفضه. بعد كده اتحولت الى سفره بقى وبيحطوا كراسي، يعني كده تحول بسيط زي ما احنا عايشين في مجتمعنا حاليا دلوقتي. وبياكلوا 3 مرات في اليوم، بيغسلوا ايديهم قبل الاكل وبعد الاكل والحاجات دي كلها. اداب الزياره مصر القديمه ما كانش يدخل بيت حد قبل ما يستأذن من صاحب البيت، يعني كان محترم جدا. العلاقه الاسريه كان بيسودها الاحترام والتعاون، وبرضه الزوج كان ممكن يساعد زوجته في المنزل لو الامر احتاج لذلك، يعني ما فيش عيب، يعني ده من الرجوله انك تساعد زوجتك لو احتاجتك في البيت، يعني ما فيش اي مشكله. وسائل التسليه والترفيه، وقعد يقول لي يعني المصري القديم كان بيسلي نفسه يعني بيرفع عن نفسه، ولا كان عايش في شغل وكفاح والحاجات دي كلها؟ اقول له لا، ده كان في وسط ما هو كان بيشتغل كان بيرفع عن نفسه. تعال نشوف ازاي. بيقول لك لم تكن حياة المصريين القدماء كلها جد وكفاح، حيث كان يلجؤون للترويح عن نفسهم عن طريق ايه؟ عن طريق رياضة الصيد والالعاب الرياضية. يبقى انا لما اجي اقول لك سؤال مهم جدا، لم تكن حياه المصريين القدماء كلها جد وكفاح، دلل. هتقول لي حيث كانوا يلجؤون للترويح عن نفسهم، عشان ايه؟ يعني يروحوا عن نفسهم كده الى رياضتين مهمين جدا، رياضه الصيد والالعاب الرياضيه. رياضه الصيد دي هم كانوا بيصيدوا الحمام البط والاسماك والغزلان والاسود. كانوا بيصيدوا اسود يا عم، ناس مش زينا، ناس كانوا اقوياء. الادوات اللي كانوا بيصيدوا بيها عصا الرمايه، والحربة والشظ اللي هي الصنارة، والشباك، شباك الصيد. تمام. الالعاب الرياضيه عندنا العاب للمراه والعاب للرجال والعاب للاطفال كمان. العاب الراجل دايما بتكون معروفه بالعنف. تمام. فهتلاقي هنا زي العاب التصويب على كتله خشبيه، او العاب المصارعه او المبارزه او رفع الاثقال او التحضيب اللي هو تحطيب الخشب يعني. والعاب تعتمد على التفكير زي الشطرنج. تحس ان الشطرنج ده ايه؟ شاذ وسط الكلمات اللي احنا بنقولها، كلها حاجات يعني فيها ايه؟ فيها عصبيه وفيها ايه؟ قوه وبتاع، يوم حطوا التفكير كده في النص. تمام. العاب المرأة بقى هتلاقيها كيوت كده، زي تقاذف الكرات، يعني اللعبه بتاع الكوره دي، يعني لعبه كده يعني كيوت. العاب الاطفال بقى زي لعب العصا والطوق ولعبه اخفاء الوجه، يعني الحاجات سهله. تمام. بالنسبه للموسيقى والغناء، كانوا بيستخدموا في الموسيقى المزمار والطبول. في الغناء كانوا بيغنوا بموسيقى عاديه، او بيغنوا كده من غير موسيقى. ممكن واحد يقعد يغني كده من غير موسيقى، وممكن يحطوا موسيقى يعني يشغلوا موسيقى. تمام. الغناء كان ممكن يكون فردي، واحد بس يطلع يغني على المسرح، او جماعي، يعني واحد ووراه كورال كامل كده، مجموعة من الاشخاص يغنوا مرة واحدة. يبقى صح ام خطأ؟ الغناء في مصر القديمة كان غناء فردي،
فقط، هتقول له غلط طبعا، كان غناء فردي وجماعي، وكان غناء وطني للوطن زي النشيد الوطني، وغناء شعبي زي الاغاني الشعبيه اللي بنسمعها دلوقتي، وغناء ديني. وغناء ايه؟ ديني، يعني في نشيد ديني. تمام. يبقى كان الغناء يقتصر على الغناء الشعبي فقط، هتقول له غلط. الغناء كان وطني فقط، هتقول له غلط. كان ديني فقط، هتقول له غلط. ده التلاتة كانوا في مصر القديمة. تمام. ده بالنسبة للأسئلة اللي بتيجي في الجزئيات اللي زي كده. بعد كده آخر جزء معانا في الدرس هو الأعياد والاحتفالات. الأعياد والاحتفالات دي مهمة جدا. ليه؟ عايزين نفرق ما بين الأعياد الاجتماعية والأعياد الدينية والأعياد السياسية والأعياد العسكرية والاقتصادية. أعياد اجتماعية يعني المجتمع كله بجميع طبقاته من الطبقة الأولى حتى الطبقة الرابعة بيحتفلوا بهذه الأعياد، زي عيد الربيع وعيد رأس السنة. دي أعياد اجتماعية. أعياد دينية بتخص بالديانة اللي هم كانوا بيعبدوها، زي عيد إيه؟ عيد الإله آمون، ده عيد ديني. وممكن يجيب لك اي عيد تاني ويقول لك ايه؟ كان يحتفل المصري القديم بعيد الاله اتون. هذا العيد من انواع الاعياد الاجتماعيه، من انواع الاعياد الدينيه السياسيه العسكريه. طبعا اختار الدينيه، مش لازم يكون عندك مثال اللي هو عيد الاله امون عشان تختار اعياد دينيه. هو هنا بيجيب لك مثال واحد بس بسيط، لكن كان في عبادات كتير اثناء العهد المصري القديم. تمام. اعياد سياسيه بقى بتخص الحكومه والسياسه نفسها. قال لك عيد جلوس الفرعون على العرش. الفرعون ده يعني زي الملك، عيد جلوسه على العرش يعني كل سنه بيجي الميعاد ده بنعمل عيد بقى، فبنسميه بيندرج تحت الاعياد السياسيه. اعياد عسكريه زي عيد النصر، لو هم دخلوا حرب وانتصروا في اليوم ده بيخلوه من كل سنه وبيحتفلوا بيه، فهي اعياد عسكريه. اعياد اقتصاديه بتخش الفلوس بقى، الماني، زي عيد الفيضان. فلما بيجي الفيضان طبعا بيزرعوا، بيلاقوا اكل وشرب وفلوس والحاجات دي كلها، فبيعملوا عيد للفيضان. وعيد للبذر اللي هو الوقت او اليوم اللي بيبذروا فيه البذور، يعني بيحطوا البذره في الارض. وعيد الحصاد بقى اللي بيلموا الحصاد بتاعهم. دي اعياد اقتصاديه. الدرس سهل جدا لطيف جدا، فيعني ده ممكن اكون اخرت فيه في الشرح، بس يعني كده تحسه لطيف. المذكره بتاعتنا دي بتاعتنا احنا، خاصه بينا احنا. الارقام ممكن تتصل بالارقام ديت. سيبك من 010، اتصل على 03 وحايد، او كلمنا على الواتس وانا ابعت لك الملزمه على طول. سعرها بسيط جدا، خلي بالك، يعني مش غاليه. وبس كده. لو في عندكم اي سؤال اكتبوه في الكومنتات وانا هجاوب عليه. انا هحل اسئله كده الامتحان واحل اسئله الملزمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.